الجرسونه دلت شويه عصير بالغلط على الزبون، فهو بيفضل يشتري مواهين فيها، وصاحبته اللي قاعده معاه بتقول له خلاص انت كبرت الموضوع، ده شويه نقط بسيطه، وبقول لها لا روح هات مديرك، والبنت بتزعل وبتروح للمدير وبتقول له ابن صاحب المطعم عايزك، والمدير لما بيروح له بيقول له في ايه، وبيقول له ان البنت الغبيه دلت عليها العصير، والمدير بيتاسف له وبيقول له مش هتتكرر تاني، وبرده مش بيعجبه وبيقول له انا هعمل ايه باسفك، والمدير بيزهق وبيقول له طب انت عايز ايه دلوقتي، وبيقول له عايز الجرسونه الغبيه تترد، وبيقول له بس اكيد مش هرضيك لما يتقطع عيشها، وبيقول له لا هيرضيني مالكش دعوه، والمدير بيتاسف له وبيقول له لا مش هينفع، فبيقول له اتصل بابويا صاحب المطعم، والمدير فعلا بيتصل بابوه وبيقول له ان ابنك عامل مشاكل، وبيقول له على اللي عمله وعايز كمان يعمله، وابوه بيتعب منه وبيروح له وبياخد منه الفيزا بتاعته، وبيقول له مش هتاخد الفيزا غير لما تتعلم الادب، وبيقول له انت من النهارده هتشتغل في المطعم عشان تحس بالناس اللي انت عمال تهين فيها دي، وحبيبته بتقول له انت شخص متكبر وبتسيبه وبتمشي، والولد بيتضايق بس برضه بيشتغل في المطعم، وفي اول يوم ما بيعرفش يشتغل، فالبنت بتساعده وبتقول له رغم انك ما تستاهلش بس هعملها لك، وبتتكلم وهي حزينه وبتقول له انت واحد ما عندوش اي رحمه، انا عندي سرطان وبشتغل عشان اتعالج وانت عايزني اطرد عشان جاب بس عليك شويه عصير، والولد بيزعل جدا وبيحس انه فعلا شخص متكبر، وبيقعد لمده شهر كامل شغال في المطعم، فابوه بيروح له بيديله ظرف وبيقول له الفلوس دي مكافاه ليك عشان انت اشتغلت، وبيرفض انه ياخد الفلوس دي اللي هو، وبيديها للبنت اللي شغاله معاه عشان عندها سرطان وتتعالج، والبنت بتفرح جدا. المعنى من الفيديو مش هيحس بيك الا اللي اتحط في مكانك.